سمك قرش في نهر النيل؟ لو انت اتفرجت على فيلم اندر باريس مش هيجي في دماغك غير هاجس واحد. هل احنا ممكن نقوم من النوم فعلا نلاقي سمك قرش هرب من البحر المتوسط وعايش عندنا في نهر النيل؟ هل ممكن فعلا اسماك القرش تتأقلم مع المياه العذبة وتعيش فيها عادي؟ والله انا جاي النهارده عشان اقول لك خبرين، خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو ان لا، اسماك القرش اللي بتعيش في المياه المالحه ما بتقدرش ان هي تعيش في المياه العذبه، لان جسمها ما بيقدرش انه يتكيف مع الملوحه القليله اللي موجوده في المياه العذبه. ولو حصل وسمكه قرش هربت من البحر للنهر، قله الملوحه هتقطع خلاياها وتعمل لها انتفاخ، وهيغرق القرش في قاع النهر. اما بقى الخبر الوحش اللي انا فعلا مش عايزه اقوله، ان في اسماك قرش اصلا عايشه في الانهار ومتكيفه مع الماء العذب. 5 انواع من اسماك القرش منذ مئات السنين قدرت ان هي تتكيف مع قله الملوحه الموجوده في الماء العذب. جسمها بيقدر انه يحتفظ بالملح ويعيد تدويره مره اخرى. اول نوع معانا هو سبيرتوس شارك، نوع نادر من القروش بيعيش في الماء العذبه ويقدر يهرب يعيش في البحر. موطنه الأصلي أستراليا. تاني نوع وهو جانجيس شارك، وده نوع برضه مهدد بالانقراض، عايش في أنهار الهند. تالت نوع وأخطر نوع بول شارك أو قرش الثور، قوي عدواني شرس جدا، بيقدر يتكيف مع الماء العذبة والماء المالحة، جاي في أي حاجة. رابع نوع وهو بورنيو ريفر شارك، وده نوع نادر برضه من اسماك القرش بتعيش في الماء العذبه، سفاح سردين وتونه وبيعيش في ماليزيا. خامس نوع واخر نوع معانا والمحبب الى قلبي والمقرر لانه راجل بركه بيعيش لحد 500 سنه، وهو جرينلاند شارك. اتكلمنا عنه قبل كده في حلقه كامله وقلنا ان هو بيعيش في المحيطات المتجمده، بس للاسف تم رصده عايم في نهر في كندا. خليني اقول لك، عشان قرش يقدر يعيش في نهر لازم يكون النهر ده متصل بمحيط او بحر. هتقولي يا سلام، يعني احنا ممكن نقوم فعلا من النوم نلاقي ان في سمك قرش هرب فعلا من البحر المتوسط وعايش عندنا في نهر النيل؟ انت جاي تقولي كده؟ والله انا من رايي ما تخافش من اسماك القرش اللي بتهرب من البحر للنهر، انت تخاف من التماسيح اللي قدرت دلوقتي تتاقلم وتتكيف مع الملوحه وبقت تهرب من النهر تروح البحر.